بعتني بالزرعه بتاعتي علشان تفضل تنمو. بس ممكن يبقى في حاجات تانية اسمها عناصر صغرى. العناصر الصغرى دي اللي هي الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم ومشتقات كتير. دي بتفضل ان لما نيجي نعملها مره برضو كل شهر كده او كل 6 اسابيع. ان برضو بنعمل معلقه في ازازه لتر ونص ميه ونرجها كويس وبنرشها. في ناس بتجيب الحديد وحده، المغنيسيوم وحده، حسب هو بيزرع ايه. ده كلام يعني ده ليه بقى شرح تاني مطول، العناصر الصغرى ايه اللي محتاجينها فيها. طيب كل ده الكلام ده على الزرع الكتير. طيب ده الام بي كي يفضل ان هو للزراعه الداخليه، يعني الحاجات الظل. طيب لو حاجات شمس بنحط لها كومبوست اللي هو بيقولوا عليه سماد عضوي، بيبقى مغذي اكتر وبيبقى لطيف اكتر. هل ما ينفعش ام بي كي؟ لا طبعا ممكن ينفع، هو ينفعهم كده او كده، بس لان الام بي كي يعني بيدوب في الميه فمش بيطول وقته زي السماد العضوي. انا ممكن احطه يقعد شهر في التربه عبال ما يتحلل بالميه، فانا باخد وقت كبير مع الشمس وكده اهو. يعني انا مثلا بزرع فلفل، بزرع طماطم، بزرع الحاجات دي كلها، انا عايزه اديها غذاء كتير علشان تكبر بسرعه مع وجود الشمس والري المنتظم. فالزرعه بتاعتي تنمو في 5-6 شهور او 3-4 شهور والمها بعد كده حسب فتره الزراعه. لكن النباتات الداخليه دي نباتات تعتبر دايمه، يعني البوتس ده على طول معانا، فانا لازم اغذيه كل اسبوع.